استنى يا محمد، مش هينفع تمد ايدك على الشاي ده. ليه يا بسيوني مال الشاي؟ الشاي دي بتاع اختي. ازاي يعني بتاع اختك؟ ده من البيت. ايه يعني بتاع طب اختك؟ ايه المشكله انه من البيت؟ الشاي دي بتاع اخته ومن حاجها تشربه ازاي يعني؟ زي الناس. هو انت جاي تتحكم عليا في بيتي ولا ايه يا بسيوني؟ تعبيط يا محمد، ما بتحكمش في حد ببيته. طب بس امال الشاي ليه دي مش عايزين نشرب الشاي؟ والشاي من بيتي ومن خير وكل دي يعني تهاني الشاي لو من بيتك انا ما كنتش تكلمني، ولو من خيرك انا ما كنتش تكلمني. امال ايه؟ انا اتكلمت لما ما لقيتش في البيت راجل. السلام عليكم. اخويا عامل ازيك يا ايه؟ حبيبي؟ تعالى الحمد لله. اتفضل عامل خش. ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ام محمد؟ اهلا. اقعد يا اخويا اقعد. عامل ايه؟ والله الحمد لله. وعيالك عاملين ايه؟ انت اللي عامل ايه؟ والله كله زي انا الفل. كنت والله معدي من هنا فقلت نسلم على اختي بالمره. ده البيت كله نور، ده الشارع كله نور بيك. ده ربنا انت اول يخليك. مره تجيلي البيت، مش قادره اقول لك انا فرحانه ازاي. ربنا يخليك والله. وهو اللي أول مرة يجي البيت مش لازم يستأذن قبل ما يجي البيت يا حبيبتي، ولا هي إيه سداح مداح؟ والاستاذ في بيت اخته برضه يجي ينور الدنيا كلها. لا يجي في حبيبتي وقت هو في عايز. تليفون، في يا ام محمد، بس والله انا كنت قريب هنا فقلت نعدي نسلم عليك. في أصول يا أستاذ، الأصول. وفي اصول بتقول ان انا استاذن قبل ما ندخل بيت اختي. معلش بس بيت أختك قاعدة فيه حماتها وقاعدة فيه أخت جوزها، لازم هو تستأذن. يعني إحنا ينفع نيجي لكم البيت من غير ما نقول لأصحاب البيت إحنا جايين؟ ماشي خلاص يا ماما معلش.